كلامي في حق الفنانة الراحلة سهير باروني، ممثلة من العيار التقيل اللي ما خدتش حقها في الوسط الفني. كلنا اتفرجنا وشفنا مسلسل لا نعيش في جلباب أبي، واتفاعلنا مع الأبطال وأبطاله الحقيقيين، لكن ما قلناش مين البطل التاني الحقيقي في هذا المسلسل. مش عبد الوهاب ولا ثانية ولا حتى سيد كشري، دي كانت فتحية مراد سيد، الست اللي غيرت شكل الحياة حوالينها من غير ما حد يحس. انا هنا علشان اقول لك الحقيقة اللي الناس كتير ما خدتش بالها وهي بتتفرج على المسلسل. فتحية مش شخصية هامشية ولا كوميدية، دي كانت تاني اقوى شخصية بعد عبد الغفور البرعي نفسه، والسبب لانها كانت من نوع نادر جدا، الشخصية المحفزة. الشخصية دي مش لازم تبقى الاذكى ولا الاغنى ولا الاجمل، لكنها دايما بتبقى السبب ان اللي حواليها يوصلوا للي هم نفسهم ما كانوش مصدقين انهم يقدروا يوصلوا لها. فتحية كانت ست بسيطة جدا، لا معاها تعليم ولا عندها وظيفة ولا حتى حظها كان حلو في الجواز. اتجوزت السيد كشري اللي هو اصلا راجل عايش بعقلية عايز اكون موظف واكون موظف على قد حالي وعاوز اعيش في السلام النفسي، ولا بيحلم ولا عاوز يغامر، هو عاوز يعيش كده في سلام. روح يا سيد، تعالى يا سيد. لكن رغم ده كله هي الوحيدة اللي قررت ما تستسلمش للفقر ولا تخلي ولادها يورثوا قلة الطموح والخوف اللي كان جوزها بيغرق فيه كل يوم. لما عبد الغفور بقى تاجر كبير هي شافت فيه فرصة، مش طمع، لا، هي شافت ان في سلم ممكن تطلع عليه وتطلع معاها وتطلع معاها جوزها وعيالها. وكان حلمها منطقي جدا، يا اما جوزها يترقى ويبقى زيه ويشتغل ويبقى عنده طموح، يا اما اولادها يتجوزوا من بيت عبد الغفور. ويا سلام بقى لو ابنها بيشتغل يشتغل معاه، ده كان حلم من احلامها، وبنتها تتجوز ابنه عبد الوهاب. واللي ما يعرفش فتحية كان السبب ان خضير كمل تعليمه وبنتها كمان، وكانت دايما بتشد ودنه عشان يشتغل مع عبد الغفور وتحمسه. وكان السبب كمان ان بنتها فاطمة تحب عبد الوهاب ويحبها هو كمان ويتجوزوا في الاخر. حتى الجملة اللي قالتها لجوزها ده مهما كان ابنك مش هيعض فيهم، خليه يشتغل معاهم، كانت فيها حكمة وقوة ودهاء. ست شايفة المشهد من فوق وعارفة بتلعب لمين وبتكسب ازاي. على عكس بقى سيد كشري، كان شخصية اعتمادي جدا، كان غلبان، كان عنده سلام نفسي، مش عاوز لا اما يغامر او يكافح، هو خلاص عاجبه الحال ان هو يبقى مع عبد الغفور ويقول له روح يا سيد، تعالى يا سيد، حاضر يا حاج، تعالى روح يا حاج. يعني يوم ما حتى لما جه عبد الغفور وبدأ من الصفر، هو اللي قال له مفاتيح الحاج سردينة وقال له تعمل معاه ايه وازاي تنجح. ده حتى سيد ما طورش نفسه من عربية كشري يفكر يكون عنده حلم يكون عنده محل كبير ومحل كشري، لا، ساب العربية وراح يشتغل مع جوز اخته ويبقى تحت دراعه وحاضر حاضر يمين شمال، واللي بيجي منه الحمد لله هو معيشكم. بيستنى دايما حد ياخد له قرار. عبد الغفور قال له غير شغلك، يغير اخته قالت يغير شغله، غير نفسك، طور نفسك. اخته قالت له روح اتجوز فتحية، قال لها حاضر. حتى الشقة القديمة اللي عايش فيها ما فكرش يغيرها ولا يطور نفسه، هو عايش كده ويقول كل شوية الحمد لله على العيشة دي، الحمد لله احنا احسن من غيرنا. تخيل دي لو فتحية ما كانتش موجودة، كان زمان سيد ده له لسه موظف غلبان في الوكالة، ولاده ما كملوش تعليم واتجوزوا جوازات عادية من نفس الطبقة، وكانت حياتهم كلها بتدور في نفس الدايرة الضيقة اللي اتولدوا فيها. لكن فتحية وسعت الدايرة دي، مدت خيوط العلاقات بينها وبين فاطمة وبينها وبين نفيسة، خدت خطوة ناحية كل شخص ممكن يساعدها تحقيق حلمها، ونجحت في انها تحول الحارة الصغيرة لفرصة كبيرة لأولادها. وفي آخر مشهد ليها في المسلسل كانت قاعدة مطمنة
شايفه كل واحد من ولادها في مكانه الصح ومرتاحين، لانها ببساطه لعبت الدور اللي محدش تجرأ يلعبه. بطلة الظل، العقل المدبر، الست اللي عملت كل ده من غير ما تظهر في الصورة. لكل بطل قصة، ولكل قصة شرير. لكن في لن أعيش في جلباب أبي كان في بطل تاني اسمه فتحية، الست اللي غيرت مصير بيت بيت كامل من غير ما تسيب مطبخها ولا تتدبر لخطط شيطانية. كانت عندها أحلام وطموحات وحققتها. وقدرت ازاي انها تبقى تشارك عبد الغفور في الورث، ما هو ابنها متجوز بنته نفيسة، وابنه اللي طبعا ديك البرابر، ما هم 4 بنات وولد. عبد الوهاب اتجوز مين؟ فاطمة بنتها. فكده خلاص ضمنت الحياة الكويسة اللي ما قدرتش تخلي جوزها يعيش فيها. تحية فعلا بجد للفنانة سهير الباروني على هذا الأداء الرائع اللي عملته. لعبت الدور صح، وده من أهم بجد أدوارها على مسيرتها الفنية. لن أعيش في جلباب أبي. كل ما اتفرج على المسلسل ده بقول هي فعلا البطلة الثانية الحقيقية اللي هي قدرت تحقق أحلامها بدون أي شر، ولا بدون إنها تسيب مطبخها ولا بيتها. بدأت تخطط بذكاء لحد ما وصلت اللي هي عايزاه.